يا مساء الفل طلبة تالتة ثانوي، معاكم مستر أمير سلامة مدرس مادة الكيمستري. التنبيه ده مهم لطلبتي بتوع ثانوية عامة سواء كنت بتحضر معايا سنتر أو أونلاين. أنا كنت ناوي أخلي الأجازة حصة واحدة وقلت كده في السناتر، ولكن بما إن كل المدرسين ادت الأجازة حصتين فإحنا الأجازة بتاعتنا هتبقى حصتين. فريحوا براحتكم، بقى معاكم أسبوع تاني زيادة. في خلال الأسبوعين دول حاولوا تلموا المتراكم من خلال كورس الإنقاذ اللي هينزل على المنصة بتاعتنا ومنصة سنتر الراعي، او من خلال الملخصات اللي موجوده فور فري على اليوتيوب. عندكم حاجتين تلموا منهم. المهم يا شباب، احنا اولا هنكون شغالين مع بعض الترم الثاني اونلاين على منصتنا ومنصه سنتر الراعي، تمام؟ فده بسم الله كده بدايه. هيبقى في منصه خاصه بينا بتاعتنا ينزل على الحصص، وبرضه حصصنا برضه تبقى موجوده على منصه سنتر الراعي. عايز تتابع من هنا ماشي، عايز تتابع من هنا ماشي لو انت طالب اونلاين. اما لو انت طالب سنتر فانت لازم تكون على منصتنا احنا، لان حضورك وغيابك هيتسجل عليها. المهم، العوده هتبقى امتى باذن الله؟ دي كده تواريخ العوده لكل السناتر، فكل طالب يركز لان دي عوده الترم الثاني وهتبقى بدايه البعبع وهو شابتر 5 الاورجانيك كيمستري، فدي ما فيهاش هزار. هبدا في الوقت بالظبط، حصه هتبقى طويله، شرح وحل. في السنتر عايزين تركيز لان ده الشابتر المهم اللي عليه تقريبا نص امتحان الكيمستري تقريبا، فنركز مع بعض باذن الله. العوده في سنتر اكاديميه الاوائل لطلبه شبرا الخيمه هتبقى يوم الاثنين 9/2، ميعادنا هيبقى الساعه 6 هناك بعد كده لحد اخر السنه. فده يبقى معاه بدايه شابتر 5 الاورجانيك او بدايه الترم الثاني، سميها زي ما تسميها. نيجي بعد كده الميعاد اللي بعده هيبقى في سنتر الراعي عروض الفرج شبرا مصر، ده الميعاد الاول في سنتر الراعي. سنتر الراعي فيه ميعادين، الميعاد الاول البدايه فيه في الترم الثاني وبدايه شابتر 5 هتكون يوم الاربعاء 11/2 الساعه 1. الميعاد ده هيفضل ثابت لحد اخر السنه. بعد كده سنتر سمارت الدقي لطلبه الدقي والهرم، البدايه بتاعت شابتر 5 الاورجانيك او الترم الثاني هتكون يوم الخميس 12/2 الساعه 1. بعد كده يوم في سنتر اي ليرن حلوان لطلبه مايو حلوان، البدايه بتاعت شابتر 5 اورجانيك كيمستري او الترم الثاني هتكون يوم الجمعه 13/2 الساعه 9:30 الصبح. ويا ريت شباب حلوان يصحوا بدري عشان انتوا مشواركم بعيد، يعني الحصه بتبقى قبل الصلاه، فاحنا بناخد الحصه وبعد كده بتروحوا تصلوا، فبتبقى الدنيا كويسه، اليوم بيبقى معاكم. فمواعيد سنتر اي ليرن حلوان هتبقى بدايتها بدايه الاورجانيك الجمعه 13/2 الساعه 9:30 الصبح، هتبقى بدايه الاورجانيك ان شاء الله، وده اهم شابتر. حلو الكلام. طيب بعد كده سنتر هاني بير روكس لطلبه جسر السويس ومصر الجديده، بدايه الاورجانيك كيمستري او الترم الثاني هتكون يوم الجمعه 13/2 الساعه 1:30 الظهر. بعد كده بقى الميعاد الثاني في سنتر الراعي رود الفرج لطلبه شبرا مصر. ما هو طلبه شبرا مصر سنتر الراعي رود الفرج ليهم ميعادين، الميعاد الاول بدايته الاربعاء 11/2 الساعه 1. اما بقى الميعاد الثاني بتاع سنتر الراعي رود الفرج لطلبه شبرا مصر هيكون السبت 14/2 الساعه 12:30 ظهرا. وانا بدرت الميعاد شويه لان هيبقى في شهر رمضان في الترم الثاني، فبلحق ادي لنفسي وقت. فبعد اذنكم، احنا كنا بنبدا 1:30، لا الحصه هتبقى 12:30. الساعه البدري دي ما فرقتش، هتفرق معانا احنا في الحل عشان نحل كتير ونضمن الشابتر. فلو انت مش فاضي الاربع تقدر تحضر السبت، طب مش فاضي السبت تقدر تيجي الاربع، بس تيك كير ان الاربع سابق السبت. فانت لو مش جاي الاربع تعالى السبت، بس لو انت مش جاي السبت يبقى تحضر الاربع اللي قبله، فاهمني؟ الاربع سابقه السبت. واخر سنتر خالص منطقه جديده نزلناها الترم الثاني، هنبقى موجودين في سنتر محمد الحجار في منطقه اسمها الخنكه. فالسنتر ده هيبقى قريب، اي طالب يوتيوب بيتابعني من منطقه الخنكه او الخصوص او المرج او النواحي دي، انا هبقى موجود في الخنكه في سنتر محمد الحجار. الميعاد ده هيبقى ثابت برضو باذن الله لحد اخر السنه. اي طلبه بقى من النواحي دي او السنتر ده قريب منه يقدر يجي، ده لمنطقه الخنكه والخصوص والمرج، هنبقى موجودين هناك في سنتر محمد الحجار. ده ميعاد نازلينه الترم الثاني لسه جديد. الميعاد ده هيكون البدايه بتاعت شابتر 5 الاورجانيك هناك هتكون يوم السبت 14/2 الساعه 6 مساء. وطبعا المفاجاه الكبرى طبعا ان المنصه بتاعتنا هتكون شغاله من الترم الثاني، amirsalama.com هيبقى عليها الحصص بتاعتنا كلها، وهنربط الحضور والغياب بالحصص، وهنبقى متابعه فوق دماغك. وعايزين ولي الامر يطمن لان الترم الثاني هخليك تعرف كل حاجه عن ابنك او بنتك من وانت قاعد في البيت، من خلال المنصه كده وانت قاعد في البيت. فطبعا بدايه الاونلاين الجميله بتاعتنا هتبقى يوم الاثنين 9/2. بدايه الاونلاين هتبقى مع بدايه اول سنتر على طول. اول حصه اورجانيك كيمستري اونلاين هتنزل يوم 9/2 على المنصه بتاعتنا او منصه سنتر الراعي. لو انت طالب سنتر لازم تحضر على منصتنا، لو انت اونلاين عندك الاثنين، اختار اللي يعجبك فيهم مفيش مشكله، تمام؟ فدي هتبقى بدايه الاونلاين باذن الله. الحصه هتنزل لك باستمرار كل يوم اثنين. عايز اقول لكم نظام الاونلاين الترم الثاني محترم جدا جدا، نظام السنتر نفس الكلام. في سيستم رابط كل حاجه ببعضها، يعني لو انت حبيت تجيب سنتر وتعوض اونلاين عادي جدا، وبيسمع عندنا في السيستم وبنعرف عملت الكويز ولا لا، الواجب ولا لا، الدرجات هتتبعت واتساب. الترم الثاني يا جدعان
فيهوش هزار، داخلين بقى بجد بجد نركز. فدي كده مواعيد الرجوع لطلبه ثالثه ثانوي الترم الثاني شابتر 5 اورجانيك كيمستري. انا كنت عامل الاجازه اسبوع واحد، حصه واحده اللي هي اسبوعين، لا انا خدت لكم الاجازه حصتين اللي هي 3 اسابيع على الله يتمر. انا كده عملت زي ما انتوا طلبتوا مني، عشان شفت باقي المدرسين متضايقه كده الصراحه، فقلت مفيش مشكله، احنا كده كده سابقين، ندي زينا زي الباقي، مع العلم ان احنا كنا اول ناس نخلص الترم الاول، بس مفيش مشكله نبدا كلنا مع بعض الترم الثاني باذن الله. الجزء ده بقى موجه لولي الامر وللطالب. احنا الحمد لله بقى عندنا المنصه الخاصه بينا بينزل عليها حصصنا. المنصه بتاعتنا مربوطه بسيستم، فحابب اقول للطلبه اني اشرح كده السيستم سريعا للطلبه وولي الامر. اول مشكله كانت بتواجهنا الترم الاول هي الكويز، وان العيال كانت بتغش الكويز في الحصه، والدرجات ما بتكونش اكيوريت 100%، مش بتعبر عن مستوى الطالب، وممكن طالب يجي متاخر فما نلحقش نصحح الواجب. فانا حليت لكم الموضوع ده كله في الترم الثاني باذن الله. حضرتك اول لما تخش من السنتر اول حصه اورجانيك معانا، هنعمل لك ايميل وباسورد على المنصه بتاعتنا الخاصه بينا، سواء كنت طالب معانا سنتر او اونلاين، تمام؟ بعد ما يتعمل لك ايميل وباسورد وتحضر الحصه الاولى وتعمل سكان ان انت حضرت الحصه الاولى في السنتر، اول لما بتروح بيتفتح لك على المنصه بتاعتنا اللي بتبقى معاك محتويات الحصه الاولى مجانا. والمحتويات بتاعت الحصه الاولى بتبقى عباره عن 5 حاجات. الحاجه الاولى فيديو شرح للواجب، الحاجه الثانيه فيديو حل للواجب، الحاجه الثانيه فيديو حل اسئله الكلاس شيت، والحاجه الثالثه ملخص شرح للدرس. اما الحاجه الرابعه والخامسه دول حاجتين انت بتعملهم قبل ما تجيلي الحصه اللي وراها، وهما ان انا بفتح لك الكويز بتاع الحصه الاولى تمتحن من وانت في بيتك معزز مكرم ويتصحح اوتوماتيك، ولازم تعدي في الكويز ده النص عشان ال3 فيديوهات اللي قبلهم يتفتحوا اصلا. فانت قبل ما بتفتح اي فيديوهات لازم تحل كويز الحصه الاولى وتعدي فيه النص. بعد كده لا مش هفتح لك برضو ال3 فيديوهات، مش هفتح لك ال3 فيديوهات. بعد كده تحل الواجب على المنصه، تسلمني الواجب على المنصه، انت بقى معاك ملزمه الواجب بتاعتك. فانت حليت واجب الدرس الاول، سي مثلا الواجب والورك شيت بتاع الدرس الاول كله مثلا 120 سؤال، تخش تحط لي اجابتهم على المنصه، كل سؤال تشوف انت معلم انهي اختيار وتختاره، ولو في مقال هتصوره وتحطه على المنصه، فاهمني؟ بعد بقى ما تسلم الواجب والكويز تعدي فيه النص، افتح لك بقى ال3 فيديوهات، تسمع بقى فيديو حل الواجب. هتقولي طب انا ازاي احل الواجب قبل ما اسمع الفيديو؟ ايوه، عشان تتجبر انك تحل لوحدك وتفكر لوحدك، ما تعتمدش على الفيديو. عشان بجد الترم الثاني انا جاي خايف عليك، مش جاي اضرك، صدقني انا خايف عليك، وانا كده كده الواجب مش هعمل لك فيه درجه نجاح، هخلي درجه النجاح بتاعت الواجب 20 30% يعني، فانت اكيد كده هتعرف تحل لوحدك النسبه اللي تعديك، ولو يا سيدي حصل مشكله كلمنا وهنفتح لك الحصه عادي. فانت بعد ما بتخلص الحصه في السنتر الاولى وتروح البيت، تخش على المنصه تمتحن الكويز بتاعك، تعمل الواجب بتاعك وتفرغه على المنصه فاحنا نشوفه. بعد كده تسمع ال3 فيديوهات، تجي لنا الاسبوع اللي وراه تعمل سكان، نفتح لك نفس الحاجات للحصه الثانيه، بس المره دي بقى الاسبوع اللي وراه وانت بتعمل سكان هيظهر لنا انت امتحنت الكويز ولا لا، وجبت كام فيه، عملت الواجب ولا لا، ونجحت فيه بنسبه كام في الميه. هيظهر لي ال3 فيديوهات انت شفتهم ولا لا، وشفت منهم قد ايه. يعني افرض قلت لي اصل انا يا مستر شفت فيديو الواجب كله، والله شفته كله، هيبان لي فيديو الواجب ساعتين، هيبان لي انت قعدت على الفيديو ساعتين ولا قعدت نص ساعه ولا ساعه، لان انا معايا برنامج بيحدد لي مده الوقت اللي انت قعدت تتفرج فيها على الفيديو، فانا بقفش كل حاجه فيك. فكل الكلام ده بقى طبعا مش هنعمله على الباب، احنا هنسجل حضورك وانت تخش معزز مكرم. كل اللي انا قلته لك ده بقى نبلغ بيه بقى بابا وماما بقى في البيت، لان وحياه ربنا اي طالب هيديني رقم ولي امر غلط مش هيكمل معايا الترم الثاني نهائي، فلازم يكون رقم ولي الامر صح. حضرتك اول لما تخش هنعمل احنا التليفون الجميل، هو حل الكويز وعدى فيه النص، عمل الواجب وعدى فيه درجه النجاح وعمل واجبه كله، اتفرج على ال3 فيديوهات بتوعه، انت كده طالب مميز. اي حاجه من دول هتنقص هنبلغ بيها ولي الامر كل اسبوع. ده غير ان قبل كمان ما نتصل بولي الامر، وانس ان انت عملت سكان بيتبعت رساله لولي الامر، انت حضرت الساعه كام، جبت كام في الكويز اللي انت امتحنته من البيت، عملت الواجب ولا لا. الحاجات دي ثابته كده كده على الواتساب، وبعد كده بقى هنتصل بقى نشرح لولي الامر كل حاجه. فاحنا نبقى مولى الامور باذن الله كل اسبوع. فانا حبيت ان انا اوضح الفيديو ده اطمن بيه اولياء الامور بتاعتنا، عشان طبعا تبقى مطمنه على الطلبه الترم الثاني، سواء كان الطالب سنتر هيحصل له نفس الكلام، سواء كان اونلاين برضه هيحصل له نفس الكلام. كل يوم 2 على مدار الاسبوع هنتابع هل الطالب الاونلاين شافها ولا لا، لو ما كانش شافها هنتصل بيه ننبهه، طب برضه ما شافهاش هنكلم ولي الامر نخليه هو اللي ينبهه، ونبقى برضه مراقبين درجه الكويز بتاعته، حل الواجب بتاعه على المنصه،
شاف الفيديوهات كامله ولا ما شافهاش هنبلغ بيها برضه ولي الامر. يعني طالب الاونلاين هيتعامل زيه زي بتاع السنتر بالظبط. نظام الاونلاين الترم الثاني هيبقى تحفه بجد، هيبقى قوي جدا وتحفه، والسنتر هيبقى تحفتين، وهيبقى نظام بجد يوصلك للفول مارك، لان صدقني النجاح بيبدا من نظام وتطبيق النظام. فده النظام اللي هنمشي بيه الترم الثاني باذن الله. حبيت برضو ان انا اوضحه لاولياء الامور وللطلبه بتاعتنا، وان شاء الله هنبقى يعني خفاف مش رخمين عليكم، وهيبقى ترم خفيف وهتبقى الدنيا حلوه صدقوني. كده كده الترم الثاني قصير. ده كده كان بالنسبه للاونلاين. وبالنسبه للسنتر طبعا هيبقى فيه طبعا عروض قويه جدا لاشتراك الاونلاين على المنصه بتاعتنا. يعني انت على منصتنا يبقى فيه عروض اونلاين قويه جدا، زي هنعمل لك باكج شهريه بسعر مخفض عما تشتري حصه بحصتها، هنعمل باكج الترم كامله، هنعمل برضو اسعار حلوه برضو للحصص للطلبه المتفوقين. اي حد هيقفل الامتحانات على المنصه هيبقى ليه حصص ببلاش، هيبقى فيه كده دلع، وامتحاناتنا كلها بعد كده هتبقى على المنصه، وهنبقى مراقبين كل حاجه للطالب. طبعا اولياء الامور سواء كانوا اولياء امور طلبه سنتر او طلبه اونلاين هتلاقونا معاكم كل اسبوع بنبلغكم، وانتم نفسكم بتعرفوا من رساله الواتساب اوتوماتيك، وبرضو بنتصل نبلغكم كل حاجه عملها الطالب لحد اخر الترم باذن الله. دي كده مواعيد الرجوع، يا ريت طلبه السنتر والاونلاين يشوفوها واولياء الامور يشوفوها، ومستنيكم على خير في السناتر. واوعوا لو انتوا طلبه سنتر بتحضروا تتاخروا عن المواعيد دي، لان هنبدا في المواعيد بالظبط. واشوفكم على خير الترم الثاني طلبه ماده الكيمستري مع مستر امير سلامه. سلام يا شباب.